عاوزة أسألك سؤال. إمتى آخر مرة قعدتي فيها مع نفسك؟ إمتى آخر مرة اديتي المساحة لنفسك وإنك تقعدي تتصالحي مع نفسك وتقولي أنا عاوزة كذا، أنا مش عاوزة كذا، أنا ده اللي بيرضيني، أنا ده اللي بيسعدني، أنا ده اللي بيضايقني؟ إمتى آخر مرة أنت عملتي كده؟ إحنا بس يعني في وسط الزحمة وفي وسط المسؤوليات الكتير اللي بتبقى عليكي في اليوم، وفي وسط مشاكل أولادنا وحياتنا وبيوتنا وأهالينا، إحنا بننسى نفسنا. أنا مش عارفة أنا عاوزة إيه. وبالتالي إيه اللي بيحصل بقى؟ المجتمع الأنثوي بقى اللي أنا منه، بالتالي إيه اللي بيحصل؟ إحنا مع الوقت بنبدأ إن إحنا يبقى عندنا تراكمات على بعض وضغط عصبي، وفي الحالة دي أبص ألاقي نفسي دخلت في كل المشاكل بتاعة الحياة، ومرة واحدة ألاقي نفسي جالي كوليسترول عالي، جالي قولون عصبي، الأمراض الذاتية بقت منتشرة، المناعة الذاتية بقت منتشرة كتير، الحساسية مالية جسمنا، الإكزيما، الارتكارية، حساسية في عينينا، خلاص اتغيرنا تماما. أنا بتكلم بقى في جزئية مهمة قبل ما ادخل في المساحة اللي هي المفروض ان احنا نديها لنفسنا. انا بس عاوزاكي انك انت ترجعي كده لورا معايا كده، ارجعي كده لزمان، للايام بقى بتاعت جدي وجدتك والافلام القديمة والحاجات دي. ابص الاقي الست مش متعلمة التعليم بتاعنا، وما وصلتش للمستوى الثقافي اللي احنا فيه ده دلوقتي. احنا بسم الله ما شاء الله المستوى الثقافي دلوقتي عالي جدا، والميديا كمان بقى ليها دور مهم جدا في ان هي تثقل الثقافة بتاعتنا، وعندنا امكانيات ما كانش موجودة عند اهالينا زمان، الا ان الست كانت مختلفة عننا خالص. الست كانت بتبقى عايشة في بيت ابوها، بتطلع من بيت ابوها على بيت جوزها، بتبقى عارفة ان هي ست، هي عارفة ان هي ست، وهو عارف ان هو راجل. بلاش هو عارف، بلاش نبعد خالص عن الرجالة ونتكلم عليها، هي عارفة ان هي ست. فبالتالي هي لما بتبقى عايزة حاجة هي مش عارفة تعملها وامكانياتها اقل من ان هي تعملها، تقوم تعمل ايه بقى؟ تطلبها من جوزها. وانت جاي اعمل لي 1 2 3، وجيب لي 1 2 3، البيت محتاج كذا كذا كذا. هي بتبقى عارفة هي عاوزة ايه وبتقوله للطرف التاني. الراجل بيفرح قوي لان هو دي وظيفته، هو بيفرح قوي قوي لما انت تقولي له وانت جاي جيب لي معاك كذا. وهي بتطلب طلبات البيت اللي هي المفروض ان هي تكون موجودة، فبالتالي هي ما افورتش ولا حاجة، والراجل بيجيب الطلبات دي. كان في عندهم كمان ذكاء كده في حتة معينة، ان لو الراجل مش موجود تقوم تطلب من اخوها، تطلب من ابوها، تطلب من حماها، لا بتظبط دنيتها، ما بتثقلش كل حاجة على نفسها. هي عارفة ان هي ست، وان هي مش مطالبة ان هي تعمل الدور ده، هي فاهمة الكلام ده. فبالتالي كان جزء كبير من المسؤولية مش في دماغهم، كان الجزء ده مش تبعها، هي كانت مركزة في البيت. والغريبة بقى وهي جوه البيت كانت بتعمل ايه؟ تعالوا بقى اقول لكم كانت بتعمل ايه. تلاقيها جوه البيت تخلف 10 عادي، ما عندهاش مشكلة، وتلاقيها بقى ما بتذاكرش الولا عيل، والعيال كلهم شاطرين، والعيال من الأوائل ودخلوا جامعات زي الفل. يعني هي ما دخلتش جامعة، بس نجحت إنها تخلي أولادها أحسن منها، نجحت إنها تدخل أولادها جامعة هي ما دخلتهاش. كانت بتعمل إيه؟ ما كانتش بتعمل حاجة، ما كانتش بتمسك ولد وتذاكر له، كانت بتعلم الأولاد إن هم يبقوا مسؤولين عن نفسهم، كانت بتعلمه إن دي مسؤوليتك وإنت عليك إنك إنت تشوف مذاكرتك. ولما تيجي تكلميها تقولك هو عنده قلم وورقة، وعنده في المدرسة سبورة ومدرس، واللي مش فاهمه يسأل فيه المدرس. وكانوا يروحوا الكتاب، نادرا لما كانوا ياخدوا دروس بره، لأن العيل اتربى على إن دي مسؤوليته. آخرها بس في الابتدائي كانت تتابعه، تعلمه مثلا ألف باء، إزاي يكون جملة. بعدها تالتة ابتدائي رابعة ابتدائي سابت العيل، علمته بقى هنا مسؤولية محددة، إن دي مسؤوليتك، عليك إنك أنت تذاكر لأن ده شغلك، ولازم تطلع شاطر لنفسك، وده اللي هيديك احترام في المجتمع. يعني شالت من على دماغها كمان مسؤولية مذاكرة الأولاد، وشايلة من على دماغها مسؤولية إنها تجيب الطلبات بره البيت، ولو في حاجة عايزة تتصلح في البيت ما بتعملهاش،
هو الراجل بيعملها، ان ما كانش جوزها موجود لا في رجاله كتير موجودين، في اخواتها بتعرف تتصرف، في خلانها، في عمامها، في ابوها، في حماها، الدنيا ما عندها تمام زي الفل. الاجمل من كده بقى كانوا بيعملوا حاجه تانية، كانوا بيدوا مساحه لنفسهم، هم مش فاهمين ان هم بيدوا مساحه لنفسهم، هي فاهمه ان هي ست. كانت تيجي كده من الليل لليل يتفرجوا بقى على فيلم، تنزل تقعد عند حماتها او تطلع تقعد بره، اللي هم الفلاحين بقى يقعدوا بره على البسطه، يتكلموا يلموا بعض ويقعدوا يضحكوا، يشربوا كوبايه شاي، يجيبوا حاجه حلوه. كانت واحده تروح تقعد عند جارتها، انا عامله كيكه تعالي ناكلها سوا، ويقعدوا ويضحكوا وينبسطوا. فما كانش عندهم اللي عندنا ده دلوقتي. ابص على جدتي لحد ما ماتت بشرتها مشدوده، وما شاء الله كده ما شاء الله كانت جميله، كانت جميله. يعني الست كان عندها 65 سنه، شعرها كان لحد هنا وتقيل، كان تقيل بسم الله ما شاء الله، وكانت تقعد تضحك وتنبسط وعندها صحه. ان هي مثلا تقوم الصبح بدري تغلي الحليب وتشربنا الحليب، وماما برضو شرحه تغلي الحليب وتشربنا الحليب وتعمل لنا السندوتشات، وعندها صحة ان هي تعمل لنا العشاء وتلم الأسرة كلها حوالين السفرة، حتى لو حوالين الطبلية. كان الحياة فيها متعة عن دلوقتي. دلوقتي في وسط الحياة الجميلة اللي احنا عايشينها، الرفاهيات كلها موجودة وكلنا عندنا تليفونات. الست بقى بالنسبة للست، الست دلوقتي بتطلع تشتغل، وعندها ذمة مالية منفصلة، وبتقدر تعمل اللي هي عاوزاه، وعندها الإمكانية إن هي لو عايز تشتري حاجة هتشتريها. ومع ذلك لما تيجي تقعدي معاها هي مش عارفة تسعد نفسها. الست دلوقتي عندها اكتئاب، عندها انكزايتي، قلق، عندها قولون عصبي، عندها ستريس طول الوقت، طول الوقت هي عصبية، طول الوقت هي عصبية. تلاقيها في البيت بتعمل ايه؟ تعالوا نبص على مذاكرة الأولاد، نعمل بقى المقارنة الخفيفة دي. تعمل ايه بقى مع الأولاد؟ العيل في الثانوية العامة مش سايباه في حاله، هو بياخد دروس بره، وتعالى اقعد وريني عملت ايه، يا لهوي احنا قدامنا قد ايه، خلاص مفيش قدامنا وقت، ده انت قدامك كذا، انت لسه هتنام، انت لسه هتقوم. فانت موتره نفسك. ما ينفعش تبقى بنتي اقل من بنت فلانه، ده بنت عمتها طلعت مش عارفه من الاوائل جايبه 100%، ده بنتي لازم تجيب 100%. يا حبيبتي هو انت جبتي 100% لما بنتك هتجيب 100%؟ انا نسيتي انت اهم حاجه، نسيتي بقى تعملي زي مامتك او جدتك، نسيتي تعلمي البنت ونسيتي تعلمي الولد المسؤوليه. دي مسؤوليتك، مذاكرتك هي مسؤوليتك، مسؤوليتك انت، ده اللي هيخليك محترم في المجتمع، دي مسؤوليتك. فبالتالي انت بقى عندك ضغط الشغل بره، وبقى في البيت انت عندك ضغط عالي جدا مع الاولاد ومذاكرتهم، وكمان بتوتري البيت، بتعملي توتر وبتعملي قلق في البيت غير طبيعي. انت عامله قلق طول الوقت، وطالما انت عامله قلق طول الوقت وانت العمود الاساسي بتاع البيت، البيت كله خلاص اتوتر. طيب بعيد عن ان البيت يتوتر، انت توترتي، الضغط عندك زاد، القولون العصبي بيشتكي بيستغيث بيقولك ارحميني ابوس ايدك، فانت وترتي الدنيا. ادي جزئيه. الجزئيه الثانيه، بالرغم انك انت عندك ذمه ماليه منفصله، وانك انت ما شاء الله بتشتغلي والحياه قدامك منفتحه اكتر من الناس بتوع زمان، الا انك انت في وسط الزحمه دي نسيتي انك ست. انت تعملي ايه بقى؟ تروحي تجري تجيبي طلبات البيت، وتجري تعملي حاجات هنا وحاجات هنا، وتجري عندك حاجه تتصلح في البيت، انا الميكانيكي، وانا النجار، وانا السباك، وانا واتصل اجيب فلان ده يصلح. فين يا حبيبتي الكلام ده؟ انت حاطه ده على دماغك ليه؟ اطلب من جوزي حبيبي السباكه محتاجه تتصلح، اتصل لي بحد يجيب السباك، خلاص انت طلبتي الطلب، خلاص شلتيه من على دماغك، هو يتصرف. هتقولي هو ما تصرفش، مالكيش دعوه بالسباك، مالكيش دعوه بالنجاره، سيب البيت يخرب. هو لما هيلاقي البيت خرب وهيلاقي نفسه ان الحياه وقفت جوه البيت، هو هيتحرك وهيجيب طلبات الحاجه، طلبات البيت. يبقى انا المفروض ان انا اشيل الجزء ده من على دماغي. الراجل عنده مسؤوليه هو يعملها، ده مسؤوليته، اطلبي منه انه يجيب لك طلبات البيت، مش لازم انا اللي انزل اجيب تموين البيت واجيب الطلبات واجيب. بلاش يا ستي، بلاش اطلب منه ان هو يجي معايا عشان تبقى حتى المسؤوليه مشتركه. طيب هتقولي لي هو مشغول طول الوقت، خلاص
اقول له هو اطلب لي اوردر، اعمل لي كذا كذا، هو برضو يتصرف لان ده بيته. بالنسبه للاولاد، علمي الاولاد المسؤوليه وسيبيهم خلاص يعملوا اللي عليهم. انت علمتيهم وحطيتيهم على اول الطريق، الباقي ده بتاع ربنا. بحيث ان انا اهدى. هنا بقى يا ست الكل بقى هتلاقي مساحة لنفسك. اجي بقى ارجع بقى للمساحة اللي سألتك عليها، امتى اخر مرة قعدتي فيها مع نفسك؟ اقعد بقى انا مع نفسي اشوف بقى انا ايه اللي بيسعدني. انت امتى اخر مرة اتفرجتي على مسلسل؟ امتى اخر مرة اتفرجتي على فيلم؟ لازم يكون في حاجة تكسر الروتين بتاع البيت. طيب المفروض ان انا عارفة مثلا ان انا من بعد الساعة 9 ده الوقت ده بتاعي انا، خلاص اعمل لنفسي كده فنجان قهوه، اعمل لنفسي كوبايه شاي، اخد معاها حاجه حلوه، اقعد اتفرج على التلفزيون، اقعد اتفرج على الموبايل، اعمل اللي انا عايزه اعمله. اعمل حاجه كمان حلوه. فين الصحاب؟ صحابنا فين؟ فين اصدقائنا؟ هتقولي لي بقينا في زمن مصالح، ما عندناش لا صحاب ولا عندنا اي حاجه خالص. اتكلمي مع نفسك، شوفي انت عايزه تقولي ايه لنفسك، شوفي انت ايه اللي يرضيكي لنفسك، شوفي انت عايزه ايه، اسعدي نفسك بالطريقه اللي انت عاوزاها. ما ينفعش تبقي قاعده طول الوقت انت في ستريس وانت في ضغط. ما ينفعش طول الوقت انت قاعده في ستريس وقاعده في ضغط، طول الوقت انت عصبيه، طول الوقت انت خلاص بتزيدي على نفسك. مين اللي بيخسر هنا؟ اللي بيخسر انت. طيب عايزه انصحك برضو بنصيحه مهمه. اوقاتا لما يكون عندنا مشكله ومش عارفين نحلها، احنا مش عارفين نحلها، احنا مش عارفين يعني نوجد لها بدايه من نهايه، يعني هي حاجه مكلكعه. ممكن وانا بحكيها مع مجموعه من الناس او مع واحده من زمايلي، ممكن وانا بحكيها هي تلفت نظري الحل انا ما كانش على بالي، يحل لي مشاكل كتير او يترتب عليها حل مشاكل كتير جدا. فبالتالي هنا انا بنصحك انك انت لازم يكون عندك المساحه الشخصيه لنفسك، لازم تكوني فاهمه انت عاوزه ايه، لازم تكوني عارفه ازاي تسعدي نفسك. احنا بقينا في الوقت ده عندنا كم من الاضطرابات والعصبيه غير عادي. ففكري في الموضوع ده كويس، ولازم تعرفي تدي المساحة لنفسك دي كويس. وأشوفك الفيديو الجاي إن شاء الله مع رانيا.